همنا في القصة الفائدة. صح. هذا كنا قبل فترة معزومين في الغاط، واللي عازمنا الله يبيض وجهه ويذكره بالخير، رجل كريم مجواد، هو من أحمد بن إبراهيم الهبدان، ومن أهل الكويت ولكن أصلهم من المجمع الظاهر ومن الحرمة. وأحمد إبراهيم الهبدان هذا رجل تاجر كبير ومن أهل الكويت، وعندهم خير كثير، وربي نافع فيهم العباد والبلاد في كل الأمور ما شاء الله تبارك. عزمنا على الغداء، وكان معنا نخبة من الرجال شروى الحاضرين وشروى المستمعين، شرواك الطيب. فقال لنا قصة الحقيقة فيها من الوفاء ما الله به عليم. يقول يا عبد الله، اللي ذكر القصة اعتذر، شو اسمه، عبد العزيز ولده، القصة على أحمد بن إبراهيم الهبدان. يقول والدي، يقول عبد العزيز كبير، هو اللي عزمنا الله يمسيه بالخير، اعتذر. يقول عبد العزيز والدي أحمد الهبدان كان رجل كريم ويعرف رجال ويعرفونه، وعنده محلات وعنده تجارة وعنده خير. وقال لي رسالة معينة، قال يا ولدي ترى الناس واجد، أصحابك يا واحد واجد، لكن دائما بيبقى منهم واحد أو اثنين هذيل المرجع. فأنا يا ولدي لو صار لي أي أمر من الأمور، عندك محمود بن جاسم الدبوس، والثاني قال الثاني محمد أحمد الراشد، لو صار لي أي شيء من أمور الدنيا توجه لهالاثنين. محمد أحمد الراشد، محمد أحمد الراشد، كلها اثنين أصدقاء للأبو إبراهيم. فقال لو صار لي شيء من أمور الدنيا توجه لهالاثنين. قلت الله يطول عمرك يا أبوي. قال لا ضروري أعلمك، لأن هذيلا ما بيني وبينهم والله يا ولدي إلا كل خير، لا أخذت منهم ولا أخذوا مني، بس أنا متفرس في الرجاجيل وعارف أنهم كفوا إذا احتجتم. يقول خدت رسالة أبوي حطيتها يعني في عقلي ومشيت الأمور. أبوي باني مركز من أكبر مراكز التجارية عام 1404 هجري في منطقة يسمونها أبو حليفة. أبو حليفة هذه منطقة كبيرة جدا وجديدة، وباني فيها مجمع وماخذ عليها قرض من بيت التمويل، والقرض هذا ماشي، ومشت العمارة ووصلت إلى أمور جميلة، يعني الظاهر باقي عليها يعني شيء بسيط. وكان بيت التمويل يعطيه كل فترة 500,000 دينار على أساس قرض، والوالد عنده تجارة. بس مرض أبوي في هذا العام اللي هي يوم بقى على العمارة فترة وتنتهي. يقول يوم مرض التهينا فيه، الله يغفر له ويرحمه، توفي. صلينا عليه وقعدنا فترة، يوم خذنا وتجينا الشركات اللي ماسكة المشروع حال قسط لها اللي هو 500,000 دينار. فيقول رحت لبيت التمويل على أساس أنهم ماشيين، قالوا لا الحين يبي لكم حصر ورث وعندكم إجراءات طويلة والكلام هذا. أنا يقول ورثي، نصيبي أنا من ورث أبوي يغطي أشياء كثيرة. حاولت في بيت التمويل، حاولت حتى أسقط في يدي. الشركة بدأت توجه لي أنها بتتقدم بشكوى ضدنا على أساس أن العمارة هذه يعني تتوقف ويأخذون فيها. بالفعل يقول أنا ذكرت اثنين، ذكرت وصية أبوي الدبوس والراشد، اللي هو حمود جاسم الدبوس والراشد. يقول فأول ما خطر على محمد أحمد الراشد جيته، ولا شيخ معروف ورجال فاتح بابه ورجال مرحباني، هو طبعا جاي في عزل والد وشايفنا وعارف بعض الأمور. يوم دخلت عليه يقول أنا صغير عمري 22 سنة في هذا الوقت أو 23، يقول أو 20 سنة. يقول جيت عنده سلمت عليه، ولا عنده وزراء وعنده مسؤولين كبار ومجلسه ديوانيات كبيرة معروفة. المهم يوم التفت لي قال وش عندك يا عبد العزيز عسى ما أشر؟ قلت والله جاي أسلم عليك. قال تكذب. يعني لأنه شايفه قبل فترة، وجه الولد يقول أنا ضايقة فيني الدنيا، ولد اللي يسوي خبرتي وهذا، لكن ما مسكت إلا وصية أبوي على هالثرين. يقول يوم قربت منه قلت يا عم محمد، بيت التمويل بيننا وبينه عقد وبينه وبينه أمور، والحين موقفين صرف مستحقات العمارة اللي في أبو حليفة، والآن ضاغطين المقاولين والشركات على أساس أدفع لهم، وأنا حصتي في ورث أبوي مطلع لهم حصر إرث خاص فينا، رافضين يعطوني. وقلت لهم خذوا من حصتي وسددوا أعطوني القرض، ورافضين. أبيك تكلم رئيس مجلس إدارة بيت التمويل على أساس يطلقون هذا. قال عمارة أبو حليفة؟ قال لي، قال لا وشو له نكلم بنك ولا فلوسنا في مخابينا وحال.
يقول يجر الشيكين ويعطيني شيك 250 على البنك في بيت التمويل، شيك 250 على بنك ثاني. قال رح يا ولدي وسددهم ومتى ما خلصت ولا يكسبون علينا الرجاجيل جميله. يقول وانا تدمع عيوني عنده ابكي. يقول بكيت قدام الرجل يتكلم قدام المجلس وعبد العزيز. اتذكر كلام ابوي واتذكر توجيهه واتذكر اني تجيت الرجال انكفو. قال ليش تبكي يا ولدي؟ قلت والله بقول لك شيء انت ما تدري عنه. قال وشو؟ قلت يا شيخ ابوي قبل ما يتوفى قال لو صار عليكم من امور الدنيا روحوا لفلان وفلان انت والدبوس. والله يا عمي ان ما ذكرت الا وصيه ابوي وجيتك. الله الله الله. قام هو دمعت عيونه وشال النظارات وقام حط المناديل. قال يا ولدي الفلوس عند راعيها غاليه. صح. الفلوس عند راعيها وانا ما جمعتها عشان اعطيها. وابوك هو عارف وانا عارف ما بينه وبين بعض، لكن حنا متفرسين في بعض وعارفين حنا لو احتجنا بعض بنلقى بعض. رح يا ولدي وقض لزومك. والله يبارك في اللزوم اللي يفرج فيه عنك وعن. يقول واخذ ال 250 الشيك هذا واصرفه واخذ هذا واودعها في بيت التمويل على اساس نحولها. يقول وانا داخل بيت التمويل فيه شخص اسمه محمود بحبة شرار مدير الاداره القانونيه، شفته تو معين في بيت التمويل واروح له. انا صرفت الشيكات الان وجايه في الحساب. شافني وسلمت عليه قلت يا استاذ محمد الوضع كذا وكذا وانتم مدير الاداره القانونيه وهذا وفلوسي عندكم وورثنا عندكم والعقد واضح وحنا يعني كل الاجراءات باقي اشياء بسيطه. قال افا خذ يدي وادخل بي على رئيس مجلس الاداره في بيت التمويل. ذكر اسمه نسيت مدير الاداره. يقول يوم دخلت عليه قال لي هالحين الرجال فلوسه عندكم وحصته هو من ورث ابوه لو اعطيته هي الحاله فقط غطت الامور هذه، وش الداعي؟ قال والله انا ما مرت علي هذا. قال الان يا انت تعطونا حقه ولا انا اللي بامسك محامي ضدكم علشان ترجعونه. قال لا ولا يحتاج شيء. ويصدر رئيس مجلس الرئيس التنفيذي للبنك ذاك اليوم قرار بافساح المبالغ. يقول الفلوس توها مودع حقت هذا. شوف كسب الجميل ذاك. يقول ويعطوني شيك للمقاول وادفعه واخذ الفلوس الشيكين اللي انا صرفتهم وارجعها ثاني مره بشيك مصدق واجي. يقول يوم جيت البيت ولا بكره دوام وبعد دوام ابي مصدق ما بعد صدق. يقول يوم جاء يوم الدوامات السبت واروح اصدقه واحضر عند الشيخ محمد ابو احمد محمد احمد الراشد ابو احمد واجي. يوم دخلت عليه قال عسى ما شر تبي زياده؟ قال لا والله هذا باصار هذا باصار وجميلك وصل. قال ما مدانا يا اخوي ناخذ اجر فيها. قال لا غطيتني ومسحت راسي وجميلك واصل. وانا استذكر في كلام ابوي يوم قال رحله شو اسمه لك ولا للدبوس. يقولوا واعطيه فلوسه ونبني المشروع هذا بشركم والحمد والشكر لله واروح ايضا للدبوس واسلم عليه مع اني ما احتجته. قم الدبوس يقول يوم جيت وسلمت عليه وشافني ازاورهم الاثنين كل فتره ويجيب عياله ينادي عياله الكبار هو كبير الدبوس. قال هالرجال ابوه رجل من اطيب اهل الكويت ونحتاج شيء ولا هذا وصيتكم بعد ما اموت انكم تخدمونه في اي شيء يبيه. عبد العزيز هذا ولد رجال كفو وهو كفو. فيقول حتى هذا انا ما طلبته بس شوف شلون يوصي عياله علي. فجمال القصه هذه في الصداقه، جمال في الابو اللي يوصي عياله على اصحابه. ذكرته في بدايه القصه انا الله يرحمه والدي كاتب وبر اصدقائي، كاتبه كتابه يا ابو عمر واللي هون حاضرين في وصيته. الله يغفر له. حنا الان في هذا المكان المبارك كل واحد منكم يذكر واحد او اثنين وقفوا معه اذكرها في الوصيه. قل لعيالك اذا شفتوا فلان الفلاني يحب راسه وخشمه ترى له معروف علي. في واحد من اهل الزلفي كاتب في وصيته اذا شفتوا فلان حب راسه وخشمه. ليش؟ قال انه دخلت مجلس وقام وحطني مكانه. ما هي بفلوس، قام بس عن مكانه وحطه في الوصيه عشان عياله يحبون راسه وخشمه. هذا التأصيل في مكارم الاخلاق. حنا نبي هالاشياء تنتشر بين الناس. رجل ادالك واحد معروف ولا فعل ولا شيء انشره، مو بنشره عشان تبيشن لكن عشان ينتشر المعروف بين الناس عشان ما ينقطع. مو بعض الرجاجيل يكفلونك وبعض الرجاجيل يعطونك من حر مالهم وتقعد سنين انت وياه ثم من طال عمرك حتى كلمه شكرا له ولا اذكره لعيالك وعلمهم. قل هالرجال له معروف اذا جيتوا صدروا المجلس
واكرموه وقوموا بواجبه. وانت كذلك الانسان اللي معطى، ابذل الجهد وابذل لله، لا تجي تبذل على اساس الناس تكرمك. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهذه القصص، وجزاكم الله عني كل خير. حياكم الله يبيض وجهك ويجزاك خير. وبشاره ترفع الراس